السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبش عليه افضل الصلاة والسلام. بكرة الليلة الصغيرة يا حبايبي، وبعده الليلة الكبيرة. عندنا بيبقى الموكب ماشي كده وما شاء الله، والانوار وذكر الرسول جميل قوي عندنا في الشارع. بيبقى ما جميل قوي الليله الكبيره والليله الصغيره. بكره الليله الصغيره وبعده الليله الكبيره. عايزاكم كده تصلوا على الحبيب في التعليقات كده، عليه افضل الصلاه والسلام. بالله عليكم صلوا على الحبيب في التعليقات. عايزه اقول لكم كلمتين على الكبان لمدام هناء في الاخر. عايزه اقول الموضوع ده. عايزه بقى اقول على حاجه بقى يا حبايبي، انا مش محضره للكلام. انا هقول لكم، انتوا عارفين المرانه بتقول اللي بيطلع على لسانها هقوله. اول حاجه عايزه اقول، اللي هم سبابين الاعراض قاعدين يحاربوا اللي كله اللي واقف وبيدافع عن مدام هناء. عايزين محدش يدافع عن مدام هناء خالص. حتى الناس المحترمين زي مثلا مدام بيل، مدام عهود، مدام هدى عزيز، روزة، كل اللي بيدافعوا عنها مش عايزين ام حور. يعني معلش، مدام فراولة، مدام أميمة، كل اللي بيدافع عنهم. معلش لو حد نسيت حاجة اعذروني يعني. عايزين كلهم يعني محدش يدافع عنها. ماسكيننا استغفر الله العظيم، سبابين الاعراض بيحاربونا محاربه انا مش عارفه. هتيجوا تقولوا لي ايه يا ام رانا؟ ده مدام بيل مش عارفه عملت ايه، اللي عملت مش عارفه في الاستريم بصباحها اقول لكم غصب عنها. انا اقسم بالله انا عايزه اعمل اللي هي اكتر من كده على قصرية الكلب. حسبي الله ونعم الوكيل عليه. وعايزه اقول لها انا مش ضعيفه. انا يا قصرية الحمامات زي ما ام بدوره قالت لك ودعت عليك، واحطها على المنتدى تاني. دعوة ام بدوره معايا، واحطها تاني على المنتدى عشان تشوفها. واحده دعت عليك في قيام الليل وقالت لك يا قصرية الحمامات ودعت عليك بايه، واحطها لك. انا مش ضعيفه، وممكن اعمل اللي هي كلام اكثر من الكلام ده. بس انا عشان احترامي لاولادي وجيراني وحبايبي انا مش كده. انا عايزه اقول لك اللي انا مش بيئه زيك، اللي انا مش معلمه زيك. هقول لكم اللي حصل. هنتكلم بقى على قصرية الحمامات في بعدين. دلوقتي بيحاربوهم محاربه يا جماعه مش عارفه. يعني انا اما دخلت، يعني اقول لكم اول حاجه، اقول لكم مدام بيل معذوره، يعني بصراحه معذوره. ما تشوف حد بيسبها بقى خلاص 6 سنين وبأقذر الكلام كده زي قصرية الحمام، غصب عنها لازم تطلع اي حاجه. وتعلمنا منكم كتير. انا اذا كانت ام رنا اتعلمت، انا اتعلمت انا كمان الحاجات دي. اتعلمنا كتير منهم ومستعدين بقول لكم انه اعمل زيهم ونقول زيهم خلاص. تيجوا تقولوا ده عملت ومش عمل وماسكين لها بقى على الواحده. عايزه اقول لكم اللي انا مثلا ماسكينهم على الاستريمات طالعين على الاستريمات، بيراقبوهم كمان على الاستريمات. حتى اللي بيتكلموا في مواضيع شخصيه ولا حاجه بيتكلموا عن نفسهم، وناس محترمين زي مدام عهود. نلاقي مثلا الكرتونه طلع عليها مدام عهود قالت انا رحت فرح ولبست وعملت، كمان بينقضوها في حاجه زي كده. انتوا مالكم؟ احنا بنعمل كفضفضه مع بعض. انا ذات نفسي عايزه اعمل ستريم او عايزه اعمل يعني مع بعض، اللي انا حد نتكلم مع بعض، بدل ما انا قاعده مثلا مخنوقه ساعات عايزه اتكلم مع حد وخلاص. جايه لا برضك ازاي نقضوها، وازاي راحت فرح، وازاي لبست كده مدام عود، وما اعرفش ايه وما اعرفش ايه، وبيتنمروا عليها وما اعرفش يقولوا عليها. يعني ما شاء الله، يعني اعذروني مدام انت زي العسل مدام عود والله العظيم. وعارفه اللي انتوا ما شاء الله يعني في امريكا وبتتكلمي الاكسل الامريكي حلو والكلام ده، يقولوا عليها خانفه والكلام ده. يعني ليه التنمر ده وليه الكلام ده وليه تمسكوها كده؟ وليه مدام هدى المحترمه ماسكنا مش عارفه هدى ايه وهدى ايه وكلام ليه كده؟ ليه نيجي حتى ماسكينهم ووصل لهم في الاستريمات؟ انا يا جماعه عايزه اقول لكم والله مشغولياتي ربنا اللي يعلم. بقول لكم من الشغل للسوق للطبيخ للمشاوير، وعايزه حاجه وناقص حاجه ببقى مطحونه. ساعات ما بحضرش بس انا بعمل ايه؟
وانا بطبخ اروح حاطه التليفون وانا بطبخ، اروح سامعه مثلا مدام بيل، مدام هناء، مدام اميمه، مدام فراوله، وانا ايه بطبخ وانا بسمعهم. بس والله ساعات البسات ما بسمعهمش، يعني ما باخدش بالي، بسمعهم بعدين. قلت لا خلاص، ايه كنت فاضيه وكده بحضر بس مدام هناء، لقيت بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل سبابين اعراض، لقيتهم عارفين نفسهم. قصرية الحمامات حسبي الله ونعم الوكيل عارفة نفسها، راحت مسكاني يا جماعة. أنا ساعات والله بقوم أصلي قيام الليل الساعة 1 أو الساعة 2 كده، بقوم ألاقي سبحان الله أفتح كده أقول أشوفها تعمل إيه دقيقة أو دقيقتين، أنا مش هقعد لها 3 ساعات. لقيتها برضك مسكاني، اللي أنا ماسكين لي تعليقاتي وأنا عند مدام هناء. خلوني مش عارفه اخش المدام هناء بسات، ولا عارفه اتكلم اقول ايه، استغفر الله العظيم يا رب. حتى لو انا ما اتكلمتش هما ماسكيني، انا زي ما اكون انا بقى الحيطه المايله عليهم. انا ام رنا بقى الضعيفه، ام رنا الغلبانه، ام رنا اللي ما بتردش، ام رنا اللي مش عارفه تعمل فيديوهات. انا مش عارفه اعمل فيديوهات والله، والله العظيم مش قادره اطلع الكلمه يا جماعه، من كتر الارهاق واللي الواحد فيه مش قادره نطلع الكلمه ولا نتكلم. عشان كده شوفوني انا ما بعملش فيديوهات كل يوم ولا الكلام ده، وبقول خلاص خلاص، يعني كل 6 شهور الواحد هيقبض 5000 جنيه بناقصهم خلاص بقى، ولا اعمل مشاكل ولا اعمل، ولا عايزه سبابين الاعراض دي يمسكوني، ولا خلاص ربنا بيبارك في القرش اللي احنا بنعمله بنقضي بيه، خلاص الحمد لله على كده. والله العظيم زي ما كنا عايشين وربنا بيقضيها والحمد لله في بركه وكده، الحمد لله بنقول على كده خلاص. لكن هما مش سايبيننا في حالنا. جيت امبارح دخلت المدام بيل، لقيتها حتى اخت هناء واحده يعني بتحبنا وكده، قالت لي ايه يلا نخش المدام بيل، اللي بتحب مدام بيل قوي. قالت لي تعال نخش رحنا دخلنا المدام بيل، الاقي اللي انا بقول ايه ماسكني بقى، ايه اللي انا بيقولوا ايه على قصية الحمامات، ده ازهريه، ده أزهرية، دي بتاع الدين، دي قال الله وقال الرسول، اللي بتعمل الباس في النص التلت الأخير من الليل سب على مدام هناء بأقذر الكلام. دي واحدة عارفة ربنا. قلت لهم لا مش أزهرية، ده معلمة وبتجري، وهي ذات نفسك انت اللي قلتي يا قصرية الحمامات يا قصرية الكلب، انت اللي قلت انا معلمه وكنت بلبس جلاليب وبقعد قدام الرجاله وبتعامل مع الرجاله، انت اللي قلت الكلام ده. يبقى انا غلطت في ايه؟ انا بقول على كلام دي، انت ايه؟ انت مش منظر واحده متعلمه واخده شهاده اصلا بكلامك اللي هو القذر اللي وسببت الاعراض اللي انت قاعده تسب ده، مش واحده متعلمه خالص. حسبي الله ونعم الوكيل. ازاي جوزك ده عارف ربنا ومسلم وانت سايبك وهو نايم كده وانت وعيالك بيسمعوك وانت نازله باقذر الكلام كده عليكي، على مدام هناء وعليا؟ ليه اللي انت بتجيبيه فيا ليه؟ زي ما مدام فراوله قالت لك انت بتلهم اللي فيكي بتجيبيه في ام رنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، انت واحده زباله، انت واحده قذر، انت واحده ان شاء الله حتى ربنا رزقك بملايين ودعم من الناس بملايين ربنا ما هيبارك، والله العظيم ربنا هيجي عليك بالفقر والمرض ان شاء الله. اقعدي سب في عرض وسب في عرض مدام هناء والكلام ده واشتمينا، والله العظيم احنا بناخد حسنات. انا بقوم بصلي واقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ايمان يا جعفر وكل اللي بيسب اعراض. انا بقوم اصلي قيام الليل والفجر واقول حسبي الله ونعم الوكيل. انت بتخافي من دعايا ليه؟ انا مره دعيت وبقيت خايفه وبقول انا بدري، انت خايفه من دعايا ليه؟ مش بقولك الفرا مش عارفه ايه، انت خايفه من دعايا ام رنا عشان ام رنا قلبها طاهر وقلبها طيب وربنا بيستجاب لدعايا. انت خايفه من دعايا اصلا؟ انت بتقعدي تسب اعراض وانا الحمد لله ولا يلزمني بسات ولا يلزمني فلوس، انا بتجه لربنا يا جماعه. والله العظيم انا شفت قناه سمسمه العمده دي بتدي عظه، سمسمه العمده كان محتواه جميل قوي، واحده كانت يعني بتشقى وبتتعب ومحتوى جميل قوي. انا كنت بحب محتوى سمسمه العمده والله العظيم.
جات يعني سبحان الله اشتاق وبتربي بنت يتيمة، لقيتها يتيمة كمان ربتها. سبحان الله، شفت ابتلاء ربنا، دي ابتلاءات برضك، ابتلاء ربنا عمل ايه الاخر، لقيتها ربنا اداها من وسع 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 فلوس، يعني ما اقولش ما شاء الله عليها، ربنا يرزقها يا ورد. لقيتها جايه فيديو انا بكيت عشانها، جايه الصداع ماسكها ماسكها ماسكها، يا عيني راحت كشفت لقت حاجات اللي هي معرفش بذر ميه من مخها ومعرفش ايه، ويا عيني مش قادره تطلع الكلمه وتعبانه وما قادش قادره تعمل فيديوهات. بالرغم ان الانسانه دي بتشقى وتتعب، المؤمن فعلا المبتلي، فعلا المبتلي. لأنا صعبت عليا، قلت يا خرابي ايه ده، والله الواحد ده ايه ده، عايز الصحة، ربنا يدينا الصحة بالدنيا كلها. الواحد بيقعد يتفرج على اليوتيوب ويتفرج هنا وهنا هنا، الاقي عينه والصداع مش قادرة. لا خلاص، والله العظيم لو الواحد ياكل عيش وملح يا جماعة، والله العظيم الصحة بالدنيا كلها دي تدينا عظة، تدينا عظة للدنيا من فاتة يا إيمان يا جعفر. انت هتفادي ايه بالملايين والدعم اللي بيجيلك ويجي عليك مش عارفه، انت ما تعرفيش اللي ربنا ممكن، بس ربنا يعني سايبها، يعني هو يعني بس ربنا سايبك 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 سايبك، تفتري تفتري تفتري، بس هياخدك عجزة عزيز المقتدر ان شاء الله. وسب واتكلمي علينا براحتك، واتكلموا واسهري براحتك طول الليل. انت يا ست خلاص احنا بناخد حسنات، كل ده ربنا بيغفر عننا السيئات وبناخد حسنات عادي، ومدام هناء بتاخد حسنات عادي. ماسكه ام ورانا ام ورانا وتجيب اللي فيكي فيا. انت واحده انسانه بيئه، انا مش هرد عليك ولا هرد عليك عشان انا مش من مستوى، انا مش من مستوايا اصلا عشان ارد على واحده زيك. مش هرد عليكي بعد كده اصلا. اتكلمي واعملي اللي انت عايزه تعمليه، ومتابعينك دول هيتحاسبوا، اللي بيساعدوكوا ويدعموكوا كده هيطلع عليهم بلا واسد وكتاب الله، هتتحاسبوا، هتتحاسبوا، هتتحاسبوا على كده، والله العظيم وربنا ان شاء الله هتتحاسبوا وتاخدوا، ربنا هيقحمكم معاها ان شاء الله في نار جهنم باذن الله، اللي انتوا بتساعدوها وتعليقاتكم القذره اللي انتوا بتعملوها علينا ده، ربنا هيجازيكم ان شاء الله. انا بقول ايمان جعفر والمتابعين اللي معاها اللي بيكتبوا وبيساعدوها على كده، فنوهم بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير يا رب، على ايمان جعفر ومتابعينها. وقعدوا اتكلموا كمان، اقعدوا اتكلموا كمان، حسبي الله ونعم الوكيل عليك. انا ما اعرفش جوزك سايبك ازاي، هو ازاي انتوا بتاكلوا ولادك حرام كده، وجوزك سايبك ازاي كده، ما بيتقيش ربنا ليه ويقول لك حرام عليك ليه، حرام احنا معاكي بنات، حرام ازاي ناكلهم حرام من سب عرض واحده ولسه هنقول عقلت ايه كمان، ليه كده هنقول ايه كمان دلوقتي. تيجي بقى دخلت عشان قلت الكلام ده مسكونش، عشان قلت ده معلم، قلت زمانها يا خرابي مسكانه برضك، عارف دخلت على دقيقتين كده لقيتها مسكانه، وبعدين بيقولوا ايه ده، حتى مدام هناء مدام بيلو محتكره وما بتدينيش ما بتديهاش مفتاح، كله معاه مفتاح ما عدا ايه، هي معاش مفتاح. عايزه اقول لكم يا حبايبي، انا اصلا ما يعني انا مش، انا قلت له مدام بيلو ومدام هناء عارفين اللي انا، او مدام اميمه عارفين اللي انا ما بحضرش بسات، مش فاضيه اللي انا احضر بسات، بشوف البث بعدها، هم بيدوا مفاتيح اللي متابعينهم على طول، زي غريبه زي هنا عطيه زي بيدوهم مفاتيح عشان متابعين البثات على طول، وانتوا عارفين المفاتيح عشان ايه، يحذفوا الناس القذره اللي زيكم او متابعين اللي زيكم. لكن انا ما بحضرش، يعني انا ما اعرفش بقى ده مش مديها هو مفتاح الحياه انا عايزه اعرف هو مفتاح الحياه يا جماعه ولا ايه، ولا مفتاح باخد عليها فلوس؟ لو في فلوس كنت قلت لمدام بيل انا عايزه المفتاح يا مدام بيل لو هما بيدوا على المفتاح فلوس انا كنت لا اتنازل، ولازم اخد المفتاح، لازم اخد المفتاح لو في فلوس، لكن ولا هو مفتاح الحياة ولا مفتاح فيه فلوس ولا الكلام ده. والله لو كنت طلبته من مدام بيل امبارح كانت ادتهولي، مدام بيل يعني بتحبني الحمد لله، وشفت الله يجزاها خير، رحبت بيا اتغصتم، اللي هي رحبت بيا ازاي، رحبت بيا يا ام رنا، انتوا اتغصتم يا ام رنا يا ام رنا، الله ربنا يسعدك يا مدام بيل يا رب،
رحبت بيا هم كلهم وبيحبوني الحمد لله، ومدام هدى عزيز بتحبني، ومدام عود بتحبني، وكلهم حبايب مدام هناء دول، يعني حبايبنا واهلي وكل حياتي، ربنا ما يفرقنا بينا يا رب. عشان كده ماسكيننا ايه ده، مستحقريننا ده، مش عارفه ايه ده المفتاح. انا لو هاخد المفتاح عادي يعني ما فيهاش حاجه المفتاح، مدام بيلا تديني 10 مفاتيح مفتاح واحد. ماسكيننا يا جماعه شتيم، ده مستحقرينها، ده مش عارفه ايه كلام يعني ما يتقالش، ده مدين كله المفاتيح ما عدا هي، ده ده مش عارفه ايه، بيقولوا ايه مستحقريننا ولا ايه، ده مستقلين بها ليه يعني؟ ما انا لو محاضره بس على طول على طول على طول على طول، بس والله انا بحضره بعدها، بحضره وبشوفه وانا بطبخ ولا بعدها وبعلق عادي، مش شرط يعني هم عارفين ظروفي ايه. مش لاقيين حاجه تقولوها اصلا، انتوا مش لاقيين اي حاجه تقولوها. زي يا جماعه ماسكاها استغفر الله العظيم يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل، ايمان جعفر والتانيين اللي هي ليه وليه مدام هناء، لو واحده خبيثه وكده ما كانت تعمل كل حاجه، يعني محدش هيعرف عنها حاجه. لكن هي على يعني اقول لكم هي فعلا زي مدام بيل ما بتقول، كتاب مفتوح، كتاب مفتوح. اللي كتاب مفتوح ده بتعمل كل حاجه علني، اما قابلت معرفش مين قدام الناس، كل حاجه قدام الناس. اما بتعمل الكبان وجابت واحد حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حتى في واحد الراجل ده حسبي الله ونعم على الوكيل اللي كل اللي جه في السرير ده، جابت الراجل ما اعرفش عايزاه لايه، وكلام قذر. انتوا بتسبوا اعراض ليه؟ يعني خلاص بقى الواحده ادام ما جابش ما تجيبش سباك، ما تجيبش كهربائي، ما انا جوزي ميت وبجيب وبدخلهم عادي، سباك كهربائي نجار اي حاجه بدخله وخلاص. خلاص ادام ما الواحده تقابل 20 اي راجل، وهي راجل في وسط مدام هناء ب 100 راجل، وانا الحمد لله 100 راجل برضه، والناس عارفين اخلاق على ايه. لو دخلت حد او رحت لحد وعملت له المقام عادي عادي عادي، الناس عارفين على ايه، وعارفين اخلاق على ايه، وعارفين ام رنا يعني كل اخلاق على ايه. لكن ايه ده، لكن الناس اللي هم اخلاقهم زفت مفكرين الناس اللي هم زيهم، الناس اللي ما عندهمش اخلاق ولا ضمير ولا اقول لكم ايه، مفكرين الناس زيكم. حسبي الله، انتوا شفتوا بعينكم واحده قالت خلاص مش هتجيب حد يعمل لها، خلاص واحد يعمل لها الرفوف خلاص عشانكم، لا تدخل عادي وتعملي حاجه كل حاجه يا مدام هناء عادي عادي، اعملي كل حاجه عادي ودخلي اللي تدخليه. انت 100 راجل وبلد اللي محدش يقدر يبص لها بصه كده، محدش يبص لواحده بصه كده في بلد الاوروبيه، محدش يبص لها. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. حتى الكبان وحتى اللي هي يعني بتنظف شقتها مش عاتقينها، ما احنا بندخل عادي، بدخل نجار وسباك وده والحنفيه بايظه وده بايظه وده بايظه، بندخل عادي وجيرانها شايفين وعادي وخلاص. اللي معاش راجل خلاص محدش يخش، الناس تتكلم، لا احنا عارفين على ايه، وهي كتاب مفتوح. حرام عليكم بقى، بلاش صب اعراض بقى، الدنيا من فاتة، الدنيا من فاتة بقى. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا قصرية الحمامات اللي قاعده زي الطروبش كده، استغفر الله العظيم يا رب 3 4 ساعات. ليه قلبك ما بيوجعكيش؟ لسانك ده ما يتشلش؟ انت قاعده ايه ده قلبك؟ والله ما بنعرفش نقول كلمتين على بعض. انت ايه ده ايه دي وتقعدي جايبه الحاجه انت حافظه؟ انت مخك ده ايه ده؟ انت بتقولي جاي لك صداع، ايه لا هيجيلك صداع؟ انت ايه ده ما بتتلهيش؟ جلش لهوه تفوتي يوم حتى؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك. انا مش خايفه منك وعندي استعداد نقول الاقذر ما انت بتقولي، بس انا بقول لك احترامي لاولادي، زي ما مدام هناء ما بتردش عليكي كده، كلبه بتهوى ومحدش بيرد عليها اصلا. والله العظيم انا اصلا احترامي لاولادي وجيراني مش هرد على واحده زيك، بيئه قذره، بيئه واحده معلمه فعلا. انت مهما تعليتي وكده برضك هتفضلي واحده بيئه معلمه، مش باين عليك النظافه اصلا.
والله ما باين عليك النظافه. يا رب مش عارفه جوزك ده سايبك ازاي بصراحه، والله العظيم ده هيتحاسب هيتحاسب. وازاي انت بتصرفي على من المال الحرام ده؟ عايزه اقول لك يا امان يا جعفر، اعملي اللي انت عايزاه، اعملي اللي انت عايزاه، انا معايا ربنا احسن من الكل. واللي بيجي عليا وعلى دعوته والله العظيم ربنا بيستجاب له دعايا في كل حاجه. وانتظري بس بكره فيديو بكره وكده واقول لك دعوته ان شاء الله هتستجاب ازاي. يلا حبايبي صلى على رسول الله. وهنقول ايه؟ ربنا يدوم جميعا يا رب.